الزمالك بيفوز النهارده على شباب بلوزداد بره ارضه 1-0. وانا قلت لك في الفيديو اللي فات ان الزمالك يقدر يكسب بره ارضه ويكسب على ارضه. الفرقه دي هي يمكن يكون عندها استحواذ كويس، بس التلت الهجومي بتاعها هو مش احسن حاجه، الفينش بتاعها. فعشان كده قلت لك الزمالك يقدر يكسب الفرقه دي، وكان ممكن يكسب النهارده 2-0 و3-0 لو كان في يعني ضغط، وخصوصا في الشوط الثاني اللي راح مننا كان يقدر. لكن انا النهارده بعتبر ان معتمد جمال في الشوط الاولاني هو عمل شوط من احسن اشواطه من ساعه ما مسك الزمالك. ليه بقى؟ لان هو النهارده ابتدى بطريقه لعب وباللعيبه وبالتشكيل صح. النهارده هو ابتدى ب 4-2-3-1، حط اتنين ديفندرات بيلعب بره ارضه، فمش عايز يخسر، فطبيعي انه يحط اتنين ديفندرات، محمد شحاته واحمد ربيع. وحط احمد فتوح في الناحيه الدفاعيه مكان بنتايج، لان احمد فتوح في الناحيه الدفاعيه احسن من بنتايج، وانا قلت الكلام ده قبل كده يعني. لكن بنتايج في الناحيه الهجوميه كوينج افضل من فتوح. على العموم هو حط احمد فتوح في الناحيه ديت عشان يقفل الناحيه الدفاعيه، فعمل شوط اولاني محترم. تعالى بس للشوط الثاني اللي هو بقى ده اللي فيه المشاكل، اللي حصل فيه المشاكل. من وجهة نظر انت سحبت بزيرة، معرفش ليه. لو بزيرة مصاب مفيش مشكلة، يعني لو حصل ان هو حس بحاجة بتاع في تعب في خلاص ما اقدرش يعني ما اقدرش اتكلم. انما لو سحبت رؤية فنية في مشكلة. إيه الرؤية الفنية؟ معرفش. الراجل عامل لك تلت هجومي محترم. طيب سحبته ايا كان، سحبته ليه؟ سواء كده او كده. انا ليه التلت الهجومي بتاعي يقع الوقعة دي؟ يعني ليه اقعد بسبب ان بزيرة طلع، ان انا اقعد شوط كامل مضغوط بسبب ان الراجل ده كان عامل خطورة قدام؟ طيب سحبته. انا كان رأيي بدل ما كنت تنزل بنتايج في اخر الماتش عشان الناحية الدفاعية والكلام ده، كنت تنزل مكان احمد شريف اللي نزوله انا بعتبره ملوش اي لازمة، يعني غير ان انت بتجربه ولا معرفش تعمل بيه ايه. كنت تنزل بنتايج في الحتة دي مع ناصر منسي، وكان مع عدي. انا كنت شايف ده احسن وافضل. وبعدين جيت برضو الحته بتاعت عمر جابر، عمر جابر ما يلعبش 90 دقيقه، يعني ينزل شوط تاني، ينزل شوط اول كده. عمر جابر ما يلعبش 90 دقيقه، لان انا مش بقلل من امكانياته، بس النهارده لعيبه الجزائر كلها كانت بتاكل عليه عيش. ده اللعيبه والجمهور والاحتياطي والناس اللي بتكنس الملعب، يعني الحته دي كان بيتاكل عليه عيش. ففي حاجه هنا غلط، هنا كان المفروض يتغير